السلام عليكم يا أصدقائي. المنتخب المغربي يفوز على منتخب كندا الذي هو أحد منظمي هذه الدورة، بطولة كأس العالم المقامة في كندا والمكسيك وأمريكا، بثلاث أهداف مقابل لا شيء، بعيدا عن التكتيك، بعيدا عن أسلوب اللعب وإلى آخره من هذا القابل. فإن المنتخب المغربي أثبت جدارته في هذه البطولة، حتى لا نقول أن بطولة كأس العالم الذي كانت في قطر 2022 كانت مجرد صدفة فقط للوصول إلى نصف النهائي، لكن المنتخب المغربي هذا العام في هذه البطولة، بطولة كأس العالم 2026، يثبت أنها لم تكن مجرد صدفة، بل كانت عمل لمدة طوال سنين كثيرة، حيث أرى أن المنتخب المغربي حاليا أقوى من المنتخب المغربي في 2022، أما بمدربه أو بتشكيلة اللاعبين. وأيضا طموحات المنتخب أصبحت قوية وواضحة جدا للعلن، أنه لا يريد إلا شيء واحد، وهو بطولة كأس العالم هذا الموسم، هذه المرة، وإن لم تكن هذه المرة فالمرة القادمة بإذن الله. أما بالنسبة لمنتخب كندا، المنتخب المستضيف، المنتخب المنظم، فإنه تكبد خسارة فاضحة جدا بعد خسارته في أمام المغرب كالعادة في 2022. الآن يتكبد خسارة في أمام المغرب، وإن في الدور 16 من هذه البطولة، ويخسر وهو أحد المنظمي هذه الدورة. المنتخب المغربي الشقيق العربي الذي هو إلى حد الآن الواجهة العربية لكل العرب وكل فخر العرب في هذه البطولة، مع المنتخب المصري الشقيق أيضا، لأنه وصل إلى الدور 16 لحد الآن. أما المنتخب المغربي إلى حد الآن فقد بهذا الفوز يصل إلى الدور الربع النهائي بفخر، ولا يتبقى لديه مباراة واحدة لكي يصل إلى الرقم الذي حطمه في بطولة كأس العالم، هو النصف النهائي، يعني لديه مباراة واحدة لكي يصل إلى نصف النهائي. ونتمنى للمنتخب المغربي الوصول بهذا المشوار، والتوفيق له في هذا المشوار، والخطى والثبات في هذه البطولة بممارسة إلى ممارسة حتى الوصول إلى مباراة النهائية. ثم لدينا حديث وكلام في مباراة النهائي، لأن المباراة النهائية تلعب على تفاصيل وجزئيات صغيرة، وكلنا نعلم أن المباراة النهائية الفوز فيها والخسارة فيها 50% 50%. لذلك تعتبر مباراة كبيرة، حتى وإن كان فريق كبير صعد إلى النهائي وفريق صغير صعد إلى النهائي، فتعتبر الفرص في الفوز فيها 50% 50%، إلا في بعض الحالات يثبت الفريق القوي جدارته واستحقاقه على الفريق الضعيف. أما بالنسبة للفريق بالمنتخب المغربي، فلديه شخصية البطل وقوة وروح معنوية وقوة بدنية، تشكيلة مرعبة جدا من حارس المرمى إلى خط الدفاع إلى خط الوسط ونهاية الهجوم، وأيضا ووصوله إلى أول واحد وهو في المحطة، وهو مدربهم الرائع إلى حد الآن، الذي يقود المنتخب بخطى ثابتة وإلى نحو تحقيق لقب، يعني يكون معجزة كبيرة ولم يحقق أي فريق عربي، ولا أستطيع أن أقول سوف يحققه منتخب عربي في السنوات القادمة. إلا أن المنتخبات العربية لحد الآن بدأت تقريبا تصل إلى المنتخبات العالمية تدريجيا إلى مستواها قريبا. إلى حد الآن المنتخب المغربي يثبت هذا، والمنتخب المصري أيضا يثبت هذا، والمنتخب الجزائري بتخطي الدور الأول يثبت هذا. يعني سابقا كنا في بطولة كأس العالم، عندما يصل المنتخب واحد فقط إلى الدور الثاني نقول أننا لدينا فخر لنا نحن كعرب. الآن لم نصل إلى الدور الثاني فقط، بل أصبحنا أن نطمح إلى الحصول على اللقب، وذلك يشرفنا في كبطولة، يشرفنا نحن كعرب أننا نشاهد منتخب عربي مثل المنتخب المغربي يصل إلى ما وصل إليه في هذه البطولة. وأيضا نشاهد المنتخب الشقيق الثاني وهو المنتخب المصري يصل إلى ما يصل إليه في مثل هذه البطولة. نتمنى التوفيق للمنتخبين العربيين اللذين يلعبان إلى حد الآن، وهو المنتخب المصري والمنتخب المغربي، وشكرا لما قدمه المنتخب المغربي إلى حد الآن، إنها بطولة رائعة وإنجاز لن أستطيع أن أوصفه من تعبير، وفرحة كبيرة لأداء الرائع الذي قدمه المنتخب المغربي، وشكرا لكم.